بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة كما وعدناكم أننا سوف نلتقي في شهر رمضان المعظم، وها نحن نفي بوعدنا ونلتقي مجددا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، الشهر الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور. لماذا؟ لإنزال القرآن فيه. يقول الله جل جلاله في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا الشهر ليس فقط أنزل الله فيه القرآن، بل أنزل الله فيه كذلك الكتب السماوية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. انظروا كيف فضل الله سبحانه وتعالى، انظروا معي كيف اختار الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم، اختاره لإنزال كلامه فيه. أنزل الله فيه صحف إبراهيم، وأنزل الله فيه التوراة، وأنزل الله فيه الإنجيل، وأنزل الله فيه الزبور، وأنزل الله فيه القرآن. هذا الاختيار اختيار من الرب سبحانه وتعالى لإنزال كلامه في هذا الشهر العظيم. إذن شهر رمضان شهر مبارك، شهر فضيل، شهر فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور. وفضل رمضان لا يخفى على أحد من الناس، لا يخفى على أحد أن رمضان له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان، فرض عليكم صيام شهر رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. انظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي خص به رمضان، وخص به من يصوم رمضان ومن يقوم رمضان. فلا تغفل أيها المسلم عن قيام وصيام رمضان. أعيد الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا، يعني احتساب الأجر لله سبحانه وتعالى، ليس رياء ولا سمعة ولا ليقول الناس فلان صائم، لا، احتسابا لله سبحانه وتعالى. ما أجره يا رب؟ ما أجره يا رسول الله؟ عليك من الله الصلاة. خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، يخرج صفحة بيضاء بعد رمضان كأنه لم يعمل شيئا من الذنوب. مصداق هذا كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إياك أيها الإنسان، إياك أيتها المرأة أن تغفلي عن صيام رمضان، أو أن تغفل عن قيام رمضان. لا بد من قيام رمضان لكي تعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. كلنا منهكون بالذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن اعمل لكي يغفر الله لك ذنوبك. كذلك من فضائل رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
افتتح رمضان قال للصحابة: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إياك أيها الإنسان، إياك أيها المسلم، إياك أيتها المسلمة أن تحرمي نفسك، أن تبخل نفسك من هذا الفضل، من هذا الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن صام وقام رمضان. رمضان الحسنة فيه مضاعف أجرها، رمضان الحسنة فيه تضاعف أضعافا مضاعفة، ولكن لا بد للإنسان أن يصوم رمضان ويصونه. ليس الصيام أن تمسك عن شهوتي البطن والفرج فقط، لا بد عليك أن تمسك لسانك عن الأذى، أن تمسك لسانك عن الغيبة والنميمة. هذا كذلك صيام. يجب عليك أن تصوم عن التبذير، لا تبذر، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إياك أن تفعل المحرمات في هذا الشهر الفضيل. صم وصن رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويصونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.